ليه لما اهتميت بيه بعد عنك بعد ما كان بيجري وراك بطريقة رهيبة؟ شوف الفيديو ده للآخر ويشكرني بعدين، وما تنساش تعمل حفظ ليه علشان هتحتاجه. مبدئيا كده عايزك تعرف ان اي حاجة في الكون المبالغة فيها بتؤدي لفقدانها وبتتقلب لضد. على سبيل المثال المبالغة في ري النبات مثلا هيخليه يدبل مع انك مهتم بيه. المبالغة في تقديم النصيحة بيخليها تفقد قيمتها. قيس بقى على كده كل حاجة. بالتالي المبالغة في الاهتمام بتتقلب ليه؟ بعد عنك وساعات كره. اعرف انك انت اللي بتكون السبب في كده. اتصالك بيه زيادة عن اللزوم في اليوم 700 مرة، ده غير ال 600 رسالة وانت فين وسايبني ليه وهكذا. الكلام ده كله بيخليك رقم واحد تفقد قيمتك عند الشخص ده بانك متاح ال 24 ساعة وما عندكش حياة. رقم اتنين، لو الشخص ده وحش هيستغل حبك ليه وهيضمن وجودك وهيلعب بيك. رقم تلاتة، حتى لو كويس هيحاول يبعد عنك لانه زهق منك غصب عنه، مسبب له ازعاج ما بتلحقش توحشه اصلا. فبعد ما كان بيشوفك غامض صعب تقيل بقى يشوفك العكس. في الاخر خلي فيه توازن، خلي عندك حياة، علي من قيمة نفسك. لو عندكم اي استفسارات ابعتولي رسايلكم. سلام.